وعنده بعض، مش عايز اقول تغيير، بقى محمد شوقي موجود صحيح. كمدير كوره، وانتوا ادرى بقى ناس في الكلام دوت. واعتقد ان الكابتن محمد رمضان يمكن تعرض لبعض الانتقادات، لكن اثبت نفسه بهدوءه واتزانه في الفتره الاخيره. وقوه محمد شوقي سواء من خبراته اللي كان بيتعامل بيها سواء لعيب او في جهاز فيتوريا، او كشخصيه محمد شوقي، اعتقد انها هيكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. بص انا عايز يعني اتكلم في النقطه دي طبعا، يعني اخش معاكم في اه الحوار. طبعا. آه انت دايما بتحس ان انت عايز تصدر لك مشاكل. مم. محمد شوقي دخل، كابتن محمد رمضان مم. في مشكله، خالد بيفو مشكله، كابتن سيد مشي. فانت دايما ايه، عايز اصدر لك حته ان في ازمه جوه المكان. مم. انا ما عنديش ازمه. يعني كابتن احمد اهو قدامك بيتكلم استقرار النادي الاهلي. احنا كل اللي بيخش هو بيخش على تحت مظله واحده، في سيستم محطوط. يعني انا لما جيت اشتغلت ورا كابتن سيد، حاطط اللائحه وحاطط القواعد، اشتغلت وراه. وجي كابتن محمد رمضان كمل معانا شويه، وجي شوقي هيخش في نفس اللائحه اللي كان بيشتغل عليها سيد، هيطور وهيشتغل. فاحنا ما عندناش اي مشكله، اللي بيخش وبيخرج في مكان هو مؤثر بس هو في الاخر بيخش بسيستم النادي ونظام النادي، فما بس عندناش اسم مشكله. برضه وشخصيه شوقي آه، حاجه كويسه طبعا تساعد، طبعا 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 كاسم وكشخصيه طبعا طبعا. وكخبرات وكحاجات كتير بص جدا بتدي ارتياحيه برضه. شوقي مم. يعني يمكن اقرب مننا شويه كمان للعبه دي، لان مم. هو يعني شوقي بطل معانا بعدنا بشويه، وبعدين جات له فرصه ان هو يشتغل شويه في المنتخب، بالظبط. فتعامل مع اللعيبه كتير. مم. كل الكلام ده كله خلاص هو بقى ما عنده مم. في علاقه ما بينهم، فاهمهم عارفهم، فدي دخلته بسرعه جدا مع اللعيبه. وشفنا احنا في اخر مباراه اللعيبه بتطلع بتسلم عليه بتحضنه، وامام جاب جون وبيسلم. فانت الحاجات دي عندنا احنا بتمشي بسرعه، مم. ما هي ما بتقفش. وما عندناش المشاكل دي اللي هي دايما واحد مشي وواحد دخل فتحس ان في جاب. لا لا، مم. هو مفيش جاب، هو نظام محطوط، فكل الناس بتمشي مم. على نفس النهج. بس كل واحد بقى بطريقته، في تمام. واحد بطريقته صحيح. باسلوبه وبنظامه وبشكله. انما في الاخر هو احنا في سقف احنا بنشتغل فيه، فمفيش خلل بيحصل ايوه. في المكان. ايوه. الموضوع بيبقى ماشي بشكل هادي جدا وبشكل منظم. وبعدين انت في فرق، ان انا اسف، يعني انا داخل على فرقه وهي يعني اخده كل حاجه. زي ما انا استلمت من كابتن سيد، الفرقه اخده كل حاجه، انت بتحافظ على عندك هدوء. انت مش داخل في ظروف صعبه جدا والفرقه خسرانه والامور صعبه وان انت عندك مشاكل كتيره قوي تحلها. لا، انت الامور كلها مترتبه ومتنظمه، بتخش باسلوبك وبشخصيتك، بتدير الموضوع. برضه سيد شوقي عنده فرصه احسن ان هو بيلعب كل فتره مباراه، مش زي السنه اللي فاتت او زي لما كان موجود كابتن سيد. كنا بنلعب ماتشات كتيره وسفر على طول، وكل 3 ايام مباراه، وتخرج من بطوله تخش على بطوله. فالاحداث دي كلها كانت سريعه جدا، فانت كنت دايما على طول بتبقى الامور احداثك سريعه. انما تمام. دلوقتي شوقي دخل في وقت كويس، عنده كل اسبوع مباراه، هيقدر يتعرف على اللعيبه اللي ما يعرفهاش طبعا، لان في لعيبه جديده داخله. طبعا. اللعيبه الجديده اللي داخله زي ما احنا عملنا مع امام، بتاخدوا تعرفوا على اسلوب النادي احمد وسيستم رضا، النادي. عمر الساعي، الناس اللي هي يعني ايوه، ما احنا فيش خدنا احتكاك بينها وبين. استلمنا لعيبه كانت لسه داخله، لسه هتعرفها على اسلوب النادي، طباع النادي ولائحه. فانت هو هيشتغل مع الناس دي مم. اللي هو لسه داخله، يبتدي هيقعد معاهم وقت اطول لغايه ما يتعرفوا على النادي. فانت ما عندكش، ما فيش مشكله يعني متصدره لك عشان انت تحلها. الدنيا تمام. هاديه ومستقره. طيب كابتن وفي بس حته كابتن سيد قالها حته موضوع ان هو باسيرو لسه جاي. في تجربه اللي هي بتاعت توت فوستر. في ساعات انت بتبقى يعني بتبقى محتاج صدمه كهربيه عشان تعمل اكشن او حياه جامده جدا. هو الزمالك محتاج صدمه واحده؟ ايه ده؟ الزمالك، انا هسال سؤال. يعني انا مثلا لما سبت اشوف على الكوره كنت اول الدوري المصري، وكنت اول البطوله الافريقيه. مم. يعني لسه لغايه دلوقتي بناط قليله جدا، واخد بطولتين السنه اللي فاتت. ما عملش كاس مصر باللعيبه الدولي انت خد كده بعدت اجازه. عن ملف الكوره يا كابتن احمد؟ انت هتفتح ليه خسرين لا انا بسال يعني عشان ده بس. من زمان، من يوم اخر خلاص مباراه ليا كانت مباراه انت قررت كده. ده من ساعه اه. مباراه، من ساعه يعني جوميز حضرت مع احمد مجدي بنتي مع الفرقه وخلصت المباراه مم. وخلاص على كده. يعني لان بدليل ان بقى ما تفسر عمري ما قابلته يعني، ايوه غير مره واحده بالصدفه كده بيسيرو وانا داخل. قصدك.
لا اوتفيستر، اوتوفيستر قصدي جروس. جروس انا في دماغي اوتفيستر بسبب الباص الاكشن بتاع باسيرو دي. طب ايه رايك عشان هي الاسماء كتير فعلا. عشان اقفل الموضوع ايه رايك في وجود احمد حسام ميدو وحازم امام لا طبعا كمشرفين او مسؤولين اسماء تقيله جدا وعندهم خبرات وامتى ينقلوا اللعيبه من مثلا لو في يأس اللي زي ما كابتن خالد قال. عندهم القدره لو لعيب متضايق، لعيب مش مظبوط، في مشاكل ماليه، يقدروا يكلموا مع الاولاد. مبسوط انت بوجودهم معاك؟ لا طبعا، ده اسماء كبيره في نادي الزمالك زي ما كابتن سيد وخالد قالوا. جه بعدينا محمد شوقي، جه رمضان، دي عادي ما فيش مشكله، ما فيش حد محتكر الموضوع. والكابتن خالد جه بعد كده خد بطولات، ورمضان هياخد بطولات، وان شاء الله احنا برضو بميدو وحازم. الله شوقي ياخد بطولات. ايه كمل انت دخلت بقى على حازم وقفت يعني ان شاء الله ميدو ياخد بطولات، ان شاء الله حازم وميدو ياخدوا ان شاء الله بقى الدوري وافريقيا. طيب. عندنا بطولتين مهمين، الدوري وافريقيا. وجود بن شرقي